السلام عليكم. النهاردة هنعمل كفتة الحاتي بكل الأسرار والتفاصيل. هنعملها في الفرن عادي، مش هنشويها خالص. هقولك ازاي تاخد نكهة وطعم الكفتة اللي بنعملها على الشواية، واحنا النهاردة هنعملها في الفرن. عايزة اقولك ان هي تحفة جدا. هقولك ازاي تفضل متماسكة معاكي، ما تفكش منك ابدا، وتكون مشدودة زي اللي احنا بناكلها من المطاعم، يعني فيها عضة كده بتبقى موجودة في المطاعم. كمان عايزه اقولك ان احنا هنحط حاجه بسيطه كده، مكون واحد بس هو اللي هيخليها متماسكه وما تفكش معايا في الفرن خالص. مش هحط بياض بيض ولا اي حاجه من الحاجات دي. ان شاء الله الوصفه تعجبك، بس قبل ما ابدا ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا وصفتنا ونشوف مقاديرنا مع بعض. هنبتدي بقى دلوقتي نجهز اللحمه. عندي هنا كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا اللحمة المفرومة لازم يكون فيها نسبة من الدهون، يعني لو احنا هنجيبها من الجزار بنقوله ان احنا هنعملها كفتة فيحط لنا نسبة من الدهون، ولو هي موجودة عندك لحمة حمراء بتحط لها انت ربع كوباية من الدهون اللي هي اللية، بتبشري ربع كوباية كده وبتحطيها مع اللحمة المفرومة. على كيلو اللحمة عندي بصلة متوسطة بشرتها وخدت المية بتاعتها، صفيت المية بتاعتها لان احنا هنستخدمها دلوقتي. بشيلها على جنب وباخد التفل بتاع البصل. عندي هنا نص حزمة من البقدونس، واخدة الورق بس ما باخدش العيدان. البهارات بقى هنا عندي بهارات كفتة، الكيس كله حطيته على كيلو اللحمة المفرومة. وعندي نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وما ننساش المعلقة الصغيرة بتاعت البيكنج باودر. حطيت معلقتين كبار من الدقيق. وده بقى المكون اللي انا بقول لكم عليه. ده عيش رغيف عيش، بس يكون بايت، اهم حاجة يكون بايت علشان ما يبقاش عامل زي العجينة واحنا بنحطه في الكفتة. طبعا بيكون بايت معايا. بحطه في مية، وبعد ما بحطه في مية طبعا بيبقى طري جدا. بصفيه من المية كويس جدا وبفروله كده زي ما انتوا شايفينه. عايزه اقولك ان هو لما بيتحط على اللحمه المفرومه بيديها تماسك تحفه جدا. كل المطاعم اللي بره لما بتيجي تعمل كفته الشوي دي بيحطوا عيش جواه. فالكيلو اللي انا عملته حطيت رغيف بس، اهم حاجه يكون بايت. بعجن بقى كويس جدا. اهم حاجه في كفته الحاتي ان هي تتعجن كويس جدا. تعجني على ايدك لحد ما يبقى فيها حاجات كده زي الانسجه بتبقى باينه فيها. هوريها لك دلوقتي زي الخيوط كده. طبعا بنعجن على ايدينا كتير جدا. ممكن تعجني في عجان، ممكن تعملي في الكبه اللي عندك. اهم حاجه ان انت تعجنيها كويس جدا. ممكن تعمليها برضو بالمخرطه. يعني المهم ان هي تتعجن معاكي كميه كبيره جدا، وقت كبير، حوالي تلت ساعه لازم اعجن فيها لحد ما لونها يبقى فاتح معايا. طبعا بتاخد وقت كتير معايا في العجن زي ما انتوا شايفين كده. انا عجنت دلوقتي قدامكم شويه وهعجنها في الكبه وهرجع اوريها لكم عامله ازاي. بصوا كده بعد ما ضربتها في الكبه لونها بقى فاتح ازاي، والانسجه بتاعتها بقت باينه زي ما انتوا شايفين كده. لازم توصل للمرحله دي علشان لما نيجي نحطها في الفرن ما تفكش معانا خالص. بصوا كده لونها بقى فاتح جدا عن الاول. اهم حاجه نعجن فيها زي ما قلت كتير جدا، حوالي من تلت ساعه لنص ساعه. لو مش هتعمليها على ايدك تعمليها في الكبه. الكبه بتحطي كده حبه حبه، يعني كل ما تحطي حبه تضربيها في الكبه وتشيليها عشان برضو ما يبقاش في ضغط كتير على الكبه. بعد ما خلصتها كده ابتدي اغطيها بقى وهحطها في التلاجة ترتاح لمدة ساعة. اهم حاجة ان هي ترتاح. لو هتعمليها من قبليها بليلة هتبقى تحفة جدا، ولو هنعملها في نفس اليوم مفيش مشكلة، ترتاح ساعة كده. بعد ما ارتاحت معايا ساعة، انا طبعا حطيتها في التلاجة ساعة واحدة بس واستخدمتها على طول. عايزة اقولك ان هي اهم حاجة لو قعدت في التلاجة من ساعة لساعتين نتيجتها هتبقى تحفة جدا. يعني مش شرط ان احنا نحطها قبليها بليلة. دلوقتي بقى هنبتدي نحط الكفتة بقى في الصواني. هنستخدم بقى دلوقتي مية البصل اللي انا قلتلكوا عليها. عندي هنا صينية. طبعا وانا بعمل بقى كل الشغل ده ببقى فاتحة الفرن من قبليها
بنص ساعة. لازم تدخل على فرن سخن جدا عشان الكفتة تفضل جوسي معايا وما تنشفش خالص. حطيت كده زيت زي ما انتوا شايفين وبوزعه كده بالفرشة. هعمل الكفتة بقى بالمسن ده لانه هو طبعا هيديني نفس النتيجة اللي احنا بنجيبها من بره. ممكن تحطيها في المعلقة الخشب اللي انا وريتها لك دي، ظهر المعلقة دي تستخدميه برضو فيها. ممكن تعمليها في الستيك بتاع الشيش طاووق، يعني اي حاجة متوفرة عندك اشتغلي بيها. انا دلوقتي دهنت المسن ده بالمية بتاعة البصل عشان الكفتة تطلع معايا على طول، وباخد كده كمية حلوة علشان الصباع يطلع معايا كبير شوية، لانه طبعا هيكش شوية في الفرن. ببتدي بقى اضغط كده بايديا زي ما انتوا شايفين على الكفتة بالشكل ده، وابتدي ابلها كده من بره بمية البصل. بتديها تطعيمة حلوة قوي، وفي نفس الوقت بتساوي الكفتة وبتخلي شكلها حلو، ما بتبقاش منعكشة. برضو بعمل المسن كده بمية البصل، واخد الكفتة بالشكل ده واحطها. طبعا على قد ما اقدر بخلي الصوابع الكفتة كلها قد بعضها. ما ننساش بقى واحنا بنحط الحاجة في الكفتة، ما ننساش البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخليها من جوه كده مش مكتومة، فالبيكنج باودر مهم جدا. نحط معلقة صغيرة على كيلو اللحمة، وما نزودش كتير من البهارات في الكفتة علشان تدينا الطعم المظبوط، يعني طعم اللحمة كده يبقى باين معايا. ما نحطش كتير كده من البهارات علشان طعم اللحمة يبقى مظبوط كده وباين معايا. انا ما بحبش ازود ابدا من البهارات. انا كل اللي بحطه ملح وفلفل اسود، بحط شوية من البابريكا بتديها طعم حلو قوي، وبحط اللي هي الكيس بتاع بهارات الكفتة، او ممكن تجيبيه من عند العطار، يعني مش لازم تجيبيه الاكياس المغلفة. بتحطي منها معلقة كبيرة بتديها طعم حلو جدا. هصبع بقى الكفتة كلها وبعد كده نرجع نحطها في الفرن. طبعا انا مشغلة الفرن من قبليها بنص ساعة، يبقى الفرن سخن جدا، يعني لازم يبقى على اعلى درجة حرارة علشان الكفتة ما تنشفش معايا. هخلص بقى الكمية كلها وهرجع اوريها لكم تاني. انا كده خلصت الكمية كلها. هبتدي دلوقتي ادخلها الفرن. طبعا ببقى فاتحه الفرن من تحت ومن فوق، يعني ببقى فاتحاه من تحت ومن عند الشوايه عشان يبقى واخد لون يعني موحد من كل حته. وبعد كده بيقعد نص ساعه في الفرن وابتدي اطلعه تاني. دلوقتي انا هحطه على شبكه زي دي او اي شبكه متوفره عندك. ببتدي احط الكفته كده بالمنظر ده، وتحتيها صينيه حطيت عليها ورق فويل من تحت، لان الفويل اللي انا حطيته ده هو اللي هحط عليه الفحم. هتديني نفس نتيجة الشوي بالظبط. طبعا الدهون دي هي اللي نزلت من الكفتة. هبتدي احطها كده على الكفتة من فوق، بتديها لمعة تحفة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وبتديها كمان طعم تحفة قوي. ولو مش موجود عندنا الشبكة دي مفيش اي مشكلة، بنخليها في نفس الصينية اللي عملنا فيها، وبنحط الفحم وبنغطيها بورق الفويل، هتديكي نفس النتيجة. بصوا اللمعة بتاعتها عاملة ازاي، تحفة جدا. طبعا لما باجي احط الفحم، اول ما الكفتة بتطلع معايا من الفرن وهي سخنة ببتدي احط الفحم على طول. هشيل دلوقتي الشبكة دي وهبتدي احط الفحم دلوقتي. مش هنحط كمية كبيرة من الفحم، هو يدوبك 2 كده، وهحط عليهم زيت من فوق، او ممكن تحطي سمنة تسخنيها على النار، وبعد كده تحطي الشبكة من فوقيها كده. كل الدخان ده هيطلع عليها. عايزة اقولك ان هي هتديكي نفس نتيجة الشوي من غير اي مجهود.
ومن غير ما نقعد وقت كبير. يعني هي مسافة ما بتخرج من الفرن بتحطيها على طول على الشبكة. عايزة اقولك ان هي تحفة جدا. بصوا الدخان بقى وهو طالع عليها كده، شكلها حلو قوي، وفي نفس الوقت هيديكي نتيجة الشوي. عشان الكفتة بقى تطلع معاكي متماسكة كده زي ما قلتلك، رغيف العيش اللي احنا حطيناه مهم جدا. بنخليه بايت، اهم حاجة يكون بايت، وبننقعه في المية يا دوبك 10 دقايق، بيطرى معايا جدا. بصفي منه المية كويس جدا عشان مش عايزة اي سوائل خالص في اللحمة المفرومة. بصفي منه المية وببتدي احطه على الكفتة. عايزة اقولك ان هو بيخليها متماسكة، وبيخليها ما تفكش معايا ابدا من غير بقى ما احط بيض ولا اي حاجة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة جدا. اهم حاجة نخلي بالنا من كل حاجة قلتلك عليها علشان الكفتة ما تفكش معايا في الفرن. تبقى الفرن على درجة حرارة عالية، بشغل من تحت ومن فوق علشان ياخد لون زي اللي احنا بنجيبها من بره بالظبط، زي ما انتوا شايفينها كده. ما يبقاش لونها غامق او ما يبقاش لونها فاتح. بصوا كده، بصوا الكفتة عاملة ازاي، بصوا المطة اللي موجودة فيها، بصوا من جوه كمان مفرغة، مش مكتومة. عايزة اقولك ان هي تحفة جدا وطعمها حلو قوي. ان شاء الله المقادير دي مظبوطة جدا وهتظبط معاكي. انا كده خلصت الوصفة. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم ايه. ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.